تكتيكه الركراكي. ايوا كيف؟ واش اخترت شي الدراري اللي غادي يحمروا لنا وجهنا في هاد جوج ديال المقابلات ولا والو؟ ها ايوا كتشوف الجيران ديالنا ما كاين لا غطحين في المنتخبات، ها اللي كيضربوه بربعه، ها اللي كيضربوه بخمسه، داخلين مجاهدين على هاد الكاس الافريقيه اللي منظمه في بلادنا. المنتخب الجزائري كان خاسر في الشوط الاول وعادل، وفي الشوط الثاني قلب النتيجه لصالحه، الريمونتادا ديال البارسا. وفي راسكم المنتخب الجزائري هو اللي مرشح الاول باش يفوز بكاس افريقيا اللي منظمه في بلادنا، وهذا الشيء داخل عوامل عمي. الاتحاديه ديال الجزائر كتطلب محتسبي في القرعه يحاولوا يجنبوا المنتخب الجزائري ما يطيحش في المجموعه ديال الكاميرون، وحتى من الحكام اللي غادي يحكموا في المقابلات ديالهم ما يديروا لهمش قسامه، حيتاش هذا الحاكم ولا المنتخب الكاميروني هما اللي كيوقفوا الجزائر. اما من غير هاد الجوج ما كاينش المنتخب اللي يوقفوا، ما كاين غير عرب الرع، غير الفوز حتى للنهائي. ان شاء الله غادي نلعبوا النهائي مره. المنتخب الجزائري فاز على المنتخب الطوغولي ب5-1. المنتخب الطوغولي مقابله كامله وهو لاعب كيستغل الفرص باش يسجل شي هدف، جاتو اول فرصه سجل منها الهدف الاول. المنتخب الجزائري تشلا فرص ولكن بدون جديد، بونتشح، محرز، بن سبعيني، بن تمانيني، المهم كلا غدا وسكات والو ما كيسجلوش. حتى جا داك بن رحمه فيه شويه ديال الرحمه وهو سجل لهم الهدف الاول. صراحه الله سجل واحد البوين زوين، انا داك بن رحمه كيعجب لي اللعب ديالو، كنحرمهم منه جمال بالماضي. هاد الملاعبي هذا ما خصوش يرجع، ملاعبي زوين ما علينا. المهم الجيران ديالنا كما كنشوفوا كيتحداونا داخلين بقوه، خصهم يديو ضروري ديك كاس افريقيا اللي غادي ننظموا في بلادنا. حنا كنشوفوا الركراكي مازال كيقول لنا الملاعبيه خصهم يخدموا على راسهم، الملاعبيه ما كيلعبوش مع المنتخبات ديالهم مع الفرق ديالهم عفوا. ما عرفتش انا الركراكي من تشكيله غادي يدخل بها غدا، خصنا ضروري يدخل شي تشكيله اللي غتحمر لنا وجهنا، حيتاش النتائج اللي رجع كيسجل مؤخرا راه ضعف بزاف مع النتائج اللي كيحققها المنتخب ديال الجيران ديالنا. خصنا ضروري حتى حنا عاود نفوزو بشي 4-5 ولا بشي 3-0 و4، مابقاوش كنفوزو ب1-0 بالدراع. الحمد لله عندنا منتخب زوين، ومؤخرا بين واحد الصوره للعالم اللي هو منتخب قوي ومنتخب قادر ينافس المنتخبات العالميه. مهم مابقى كيخلو حتى شي منتخب، ولكن دابا كنشوفوا المستوى ديالو تراجع بزاف. بالنسبه للاعبين اللي كنا كنعولوا عليهم حتى هما عاود بداو كينقصوا. دابا الغياب ديال دياز وزياش يعني غادي ياثر في المنتخب شويه، ولكن ماشي مشكل. كنتمناو من المدرب يختار شي جوج ديال اللاعبين زوينين ويحطهم لنا في داك المراكز باش يحمروا لنا وجهنا في جوج ديال المقابلات اللي غادي يلعبوا هاد السيمانه. وكنتمنى واحد موفق للمنتخب المغربي وحتى المنتخب الجيران ديالنا في كاس افريقيا 2025 اللي غادي تنظم في بلادنا. وكنتمناو مواليد الركراكي يحمر لنا وجهنا ويختار شي تشكيله اللي غادي تكون قاده بالمسؤوليه وقاده تحمر لنا وجهنا في هاد كاس افريقيا اللي غادي تنظم في بلادنا، باش ما نبقاوش يضحكوا علينا كلشي. سير ركراكي اخبار في راسك، يلا دير لنا شي حاجه. السلام عليكم.